اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. ايه رايكم بقى في الفول بتاعي الجميل اللي انا عاملاه في الحله ده؟ بص كده حاجه كده زبده بجد. بص الفولايه مهروسه ازاي وجميله. هقول لكم على الطريقه بتاعتي السهله البسيطه، وكله طبعا في الحله حلاين دمسته كله في الحله من غير دمسه خالص. بصوا لونه فاتح ازاي وجميل. هقول لكم برده على كل اسرار الفول وتسويته برده، انه ما ياخدش برده وقت معاكي. كله دلوقتي بقى هنشوفه دلوقتي مع بعض. واقولك كمان ازاي لونه يبقى فاتح كده معاكي، ما يبقاش الفول غامق. بصوا ما شاء الله الجمال، حاجه كده بجد روعه وزبده بجد. معايا نص كيلو من الفول، طبعا كنت نقعيه من بالليل. ممكن تعملي نفسي، ممكن تسيبيه عادي من 4 ل 6 ساعات تنقعيه. كنت نقعاه من بالليل والصبح واسويه. معايا بصلايه طماطميه جزرايه، طبعا الحاجات دي عادي اختياري يعني، بس بتجود من طعم الفول. طبعا انا بشرتهم، لو عايزه تقطعيهم برده كده عادي. ومعايا ربع كوبايه من العدس الاصفر اخدها، ومعلقتين كده من الفول المدشوش. خدت اول العدس والفول كده غسلتهم. وبشرت الطماطم والجزر والبصل. دي بس المكونات كده اللي انا هحطها كده معايا في الحله. طبعا كله على طول في الحله. نزلت اهو بالجزر والطماطم والبصلايه. هاخد معلقه سكر كده ممسوحه كده معايا، ده السر بقى اللي بيخلي الفول معاكي يعني، بيساعد على التسويه بتاعته بصراحه. وهناخد كمان معايا معلقه رشه صغيره طبعا من الكركم كده، بس عشان تدي اللون بتاعه يبقى فاتح كده وجميل، ما بتاثرش في طعمه ولا في اي حاجه خالص، هي بس بتدي لون كده حلو معاكي فاتح. طبعا دي كل المكونات اهي اللي احنا نزلنا بيها في الحله اهي، الفول والجزر والبصل والطماطم، معلقه كركم صغيره، معلقه سكر برده صغيره. طبعا هننزل بقى على طول بالميه المغليه، كنت مشغله الكاتل جنبي، نزلت على طول بالميه المغليه كده على طول، يعني تلتين الحله كده ميه، تلت الفول وتلتين الميه. وبقول هسيبه يغلي كده، واول ما يغلي على طول هنزل على طول بنص ليمونه. هو كده الفول بتاعي يغلي اهو، هنزل على طول بقى كده بالليمون. الليمون برده بيساعد ان هو يحافظ برده على اللون بتاعه. هسيبه يغلي بقى براحته كده واوطي عليه. هو كده غلي وعصرت الليمون، اوطي عليه. خد معايا 4 ساعات تقريبا، 3 ساعات ونص يعني في الوقت ده. بصوا ما شاء الله الفوله بمسكها زبده والله مهروسه خالص معايا. طبعا بتبقي حابه بقى تاكليه كده الفولايه زي ما هي، يعني انا بحبه ان انا ممكن اضربه مهروس شويه. بعد ما برد كده عملته على طول بالهاند بليردر. ممكن برضو عندك برضو كبه، ممكن على الخشن كده ضربي حاجه بسيطه. بصوا ما شاء الله لونه جميل وتحفه بصراحه قوي. جربوا الطريقه دي، يا رب يكون الفيديو بتاعي كده عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، متنسوش تدعموني بلايك